هاي وحشتوني قوي. النهاردة هنعمل مع بعض المافن الحادق. الوصفة دي حلوة قوي لأنها بتبقى تغيير كده في الفطار أو في العشاء أو في سناك في وسط اليوم. وكمان أحلى حاجة إن انت ممكن تعملي كمية وتشيليها في الفريزر وقت ما تكوني عايزاها تطلعي وتسخني على طول. وكمان ينفع للولاد في اللانش بوكس. المكونات اللي هنحتاجها: بيضة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنحتاج نص كوباية لبن، وهنحتاج ربع كوباية زبادي أو ربع كوباية ساور كريم، الاتنين ينفعوا، استعملي المتاح عندك. وهنحتاج ربع كوباية زيت نباتي، وكمان هنحتاج دقيق متعدد الاستخدامات، ده كان حوالي كوباية ونص. وهنحتاج كمان بيكنج باودر، هنحط حوالي معلقة أو معلقة ونص. والتوابل هنا ملح، سكر، فلفل، زعتر وتوم باودر. ولو بتحبي اي نوع توابل حطي، هي مافن حادق فبراحتك. وده هنا كان الخضار، انا استعملت طماطم بس شلت القلب بتاعها، وفلفل وزيتون. وكمان استعملت ميكس اجبان، هنا كان شيدر على موتزاريلا على جبنة رومي. ولو عندك اي نوع جبنة تاني انتي بتحبيه ممكن تحطيه. احلى حاجة في وصفة الكيكات المالحة ان هي نادرة لما تطلع مش مظبوطة، يعني هي بتطلع ناجحة جدا من اول مرة. هنطبق بقى كل مكونات السايلة مع بعضها. هنحط البيضة ونضربها كده ونفكها بالمضرب، وبعدين هننزل عليهم بنص كوباية اللبن، ونحط عليهم ربع كوباية الزبادي، ونحط عليهم الزيت، ونقلب كده كويس لحد ما كله يمتزج مع بعضه. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا على الخليط ده ونقلبهم كويس جدا لحد ما كل التوابل تختفي. عايزة اقولك لو اول مرة تشوفيني، لو سمحتي روحي اعملي اشتراك للقناة بتاعتي ولايك وشير مع كل اصحابك لو الفيديو عجبك. انا هنا كنت حطيت معلقة ونص بيكنج باودر على الدقيق بتاعي، وهبتدي انزل بيه بالتدريج على مرتين. خلي بالك انا بنزل بالتدريج لان كل نوع دقيق بيحتاج سوائل غير التاني، فانا هنزل واحدة واحدة عشان العجينة ما تكلكعش معايا. وطبعا انا كل مرة بدخل الدقيق. وعايزة اقول لكم خطوة نخل الدقيق في المعجنات بجد بتفرق جدا في الهشاشة والطراوة، وبتخلي كده قوامها مظبوط جدا. عايزة اقول لكم لما هنقلب العجينة كده هنلاحظ ان هي سميكة شوية حتى عن المافن الحلو. وده طبعا مقصود لان انا لسه هحط الخضار، والخضار فيه نسبة مية، وكمان الاجبان وفيها نسبة مية برضو، فعشان العجينة ما تطراش مني ولما تيجي تتحط في الفرن تاخد لون بسرعة من بره وما تستويش وتبقى نية أو معجنة من جوه. دي أهم خطوة في المافن الحادق. هننزل بقى بالخضار بتاعنا على العجينة، وبعدين هننزل بميكس الأجبان ونقلبها. هنا بقى انا كنت محضره صينيه الكب كيك بتاعتي وكنت حاطه الورق. عايزه اقول لكم انتوا ممكن تحطوا الورق او ممكن تدهنوا الصينيه زبده وتحطوا لها دقيق عشان ما تلزقش. وانا هقول لكم عن تجربتي. انا كنت اول مره استعمل الورق عشان كنت عايزاها تطلع شكلها حلو في التصوير. الورق لزق فيها سنه، يعني لما كنت بعملها في الصينيه على طول بزبده ودقيق كانت افضل. لكن طبعا في الشكل بالورق شكلها احلى. وطبعا انت ليكي حرية الاختيار، انا قلت لك الاتنين اوبشن واستعملي اللي يريحك. بتملي الورقة كلها عشان المافن كده لما يخش الفرن يتنفخ ويبقى شكلها زي الكيكة كده. بجد هتشوفوا كده شكلها في الاخر فعلا كان حلو جدا. املي الكب كله وما تقلقيش مش هتفور او تخرج بره عشان العجينة سميكة. وهنا بقى انا حطيت كده زيتونة فوق الوش، ممكن تحطي شوية بقدونس، لو عايزة تزودي جبن فوق الوش او سمسم او حبة البركة براحتك.
الخبز بقى انا كنت مولعه الفرن على درجه حراره 200، قعدت حوالي نص ساعه لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو وتتاكدي انها استوت من جوه. ممكن تحطي خله، او انا لما توصل للون ده ببقى متاكده انها استوت كويس. عايزه اقول لكم فكره حلوه خارج الصندوق، جربوها في الفطار او العشاء والولاد هيحبوها جدا. بجد انا بعشق الكيكات المالحه يمكن اكتر من الكيكات الحلوه. ممكن تحط لها كمان اضافات لحوم، بسطرمه، ببريوني، سلامي، اللي انت عايزاه. الفكره حلوه وسهله وبجد مش هتاخد معاكي اكتر من 5 دقايق. اقول ماشي. المفل الحادق عجبني وانا هاخده معايا المدرسة، وماما عملتها حلوة قوي 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 قوي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. بجد وصفه سهله حلوه مش هتاخد وقت، تغيير لو جايلك ضيوف هتعجبهم قوي الوصفه. الكيكات الحادقه حلوه، جربوها، بحبكم قوي.